التدخل من علي المشاني والكره مقطوعه للترجي مره اخرى، والهجمه المعاكسه لماهر بصغير. يمشي ماهر بصغير سريع داخل منطقه الجزاء. ماهر بصغير يضيعها المره الاولى والثانيه، يصوب والهدف الاول. الهدف الاول للترجي، الهدف الاول لماهر بصغير. هجمه معاكسه عبد الرحمن استغلها ماهر بصغير، عمل المراوغه، صوب وجاب بها الهدف الاول. صحيح الحنكه معناها كي نعطيو الثقه للاعب كيما ماهر بالصغير اكيد من جانب الترجي الرياضي التونسي تكون النجاعه المثلى منذ البدايه اليوم في تشكيله الترجي مع المدرب معين الشعباني وكذلك مجدي التراوي، واعاده من جديد المجهود الفردي لماهر بصغير. وفي الزاويه المقابله يغالط الحارس انيس الجلاسي، هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد ما كانت بعض الهجمات خطيره شفنا اخرها لعزيزه شتيوي لنادي النادي الرياضي الصفاقسي، والكره اخرى للترجي الرياضي التونسي والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي، الثنائيه والدوبلي لماهر بصغير من جانب تشكيله الترجي الرياضي التونسي، مباشره تاكيد التفوق، مباشره تاكيد الاسبقيه. واليوم يظهر لي مباراة ماهر بصغير من جانب الترجي ما ثماش وضعية تسلل، خرج من بعيد ماهر بصغير، تجاوز الحارس ووضع الكرة في الشباك. تمريرة ممتازة جدا من فرجاني ساسي، أحلى بداية من جانب الترجي في هذه الفترة الثانية، وماهر بصغير اليوم أساسي تيتولير. والثنائية هي لجناح الترجي، تأكيد الاختيارات الصائبة للمدرب معين الشعباني. فرحة كبيرة لماهر بصغير، ثنائية اليوم بالنسبة لهذا الشاب ماهر بصغير، ولكن في شباك الترجي، واليوم ثنائية للترجي في مرمى الأولمبيك. هذه كرة، الفرصة للترجي والهدف الثالث المتميز سعد بقير. إذا 3 مقابل 0 وسط ارتباك كبير في دفاع نادي أولمبيك مدنين شهير. إذا 3 مقابل 0 الإمضاء لمتوسط الميدان استرجع شهية التهديف للترجي الرياضي التونسي، إعادة للهفوة الكبيرة من محور دفاع نادي أولمبيك مدنين، الاستغلال على الوجه الأكمل لسعد بقير بعد المضايقة، وأيضا إجبار المنافس على ارتكاب الهفوة من طه ياسين الخنيسي، وأمام طويل متوسط الميدان كوزدوغلي أنيس البدري. كرة مقوسة، خروج ممتاز للحارس أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي التوزيعة وابعاد الكره من الحارس انيس الجلاسي. كانوا شفنا تفاعل كبير بين انيس البدري قبلها الكره الاخيره، هذه الكره والتدخل من النقطه الرسميه، هذه كره مره اخرى والتصويبه والحارس موجود. ياسين الخنيسي تصدم الكره بالقائم، وضعيه سانحه اخرى لصالح الترجي الرياضي التونسي. اذا الكره من جديد والكرة متواصلة هذه المرة من جانب الترجي، وبالتحديد أنيس البدري، أنيس بن حتيرة، أنيس بن حتيرة في محاولة لسفيان القصيري. يمشي القصيري، يقدم القصيري، يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة الهدف الأول، والهدف الأول، الهدف الأول لأولمبيك مدنين، الهدف لأولمبيك مدنين من محمد علي الكوزدوغلي. المقابلات اللي تعدات، واليوم هدف تاريخي هذا لأولمبيك مدنين. شوف هنا اللقطة وتكسير عملية التسلل، يخرج وجه لوجه مع الحارس علي الجمل ويسجل الهدف. ممتازة اللقطة الأخيرة، وأيضا تعامل المدافع محمد علي الكوزدوغلي.